عندما تحضر الملائكة للموت قبل نزع الروح، هذا يسمى الاحتضار. وفي هذا الاحتضار يحصل الكشف، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فيصبح الإنسان يبصر الغيب الذي كان يؤمن به ولا يراه، يصبح اليوم يراه إلا الله عز وجل، فيرى الملائكة، يرى الجنة، يرى الشياطين، يرى النار، يرى كل ما قدم والروح ما زالت فيه قبل أن تنزع. يمر عليه شريط حياته من أول ما بدأت الملائكة تكتب عليه، يمر عليه إلى اللحظة التي سيموت فيها، يعرض عليه الآن كشريط يمر عليه، فإن كان محسنا يرى صلاة وزكاة وصيام وأعمال تراه يستبشر، تراه يفرح. ولهذا تجد أن أموات الصالحين، الأموات من المؤمنين، غالبا تخرج أرواحهم وهم في ابتسامة. لماذا؟ لأنهم رأوا بأعينهم أعمالهم وقد قبلت، ورأوا بأعينهم الجنة وقد أزلفت، ورأوا بأعينهم الملائكة وقد تنزلت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وتساق الروح حتى إذا بلغت الروح التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، حتى إذا ارتفعت عن التراقي إلى الحلقوم، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. في هذا الحال المؤمن يسمع كلام الله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي. الملائكة، ادخلي في عبادي الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وادخلي جنتي، مقعدك من الجنة، جعلنا الله وإياكم منه.